عنده اوجاع مبدئيا؟ استخبوا بقى كله استخبتها عشان مين يعني انت دلوقتي بتسالينا ولا بتعايرينا؟ لو سمحتش يعني بس سؤال يعني. اوجاع نفسيه كتير صحيه كتير. اكتشفوا بقى مؤخرا في الحاجات اللي هي الجديده برضو اللي هي زي الانرجي هيلينج والحاجات دي، ان الاوجاع بتاعت جسمنا بتبقى ليها علاقه بالحاجات بتاعت الحياه. بمعنى ان لو عندك مثلا وجع في رقبتك وهنا في الشولدرز كده، ده معناه مسؤوليات كتيره وريسبونسبيلتيز. لو عندك وجع في بطنك معناه خوف ومش عارفه ايه. لو عندك في ايه. طب قالوا لك الحل؟ يعني انت دلوقتي عرفتي اين الدواء؟ بيقول لك بقى الحل ان انت لازم تفضي. يعني مثلا لو عندك خوف اجري، لو عندك مش عارفه ايه اقري. المهم يعني باختصار ان لازم يبقى عندك المي تايم او الوقت بتاعك اللي بتعرفي تفضي فيه فتقدري تتحملي الستريس بتاع الحياه. عندك مي تايم يا ميان في اليوم؟ امال عندك طبعا. ايه بقى؟ بتعملي ايه؟ ابهرينا. تسالني اخر واحده عشان افكر. ينفع ما اجاوبش؟ ينفع ما اجاوبش؟ اصل مش يعني سؤال خضني. لا، كل واحده عندها مي تايم. خلينا متفقين، حتى لو بتخلقيهم 10 دقائق في يومك. يعني على فكره 10 دقائق ده كتير جدا. ممكن حد يقعد يسمع اغنيه حلوه لوحده يحس ان ده مي تايم، انا كده تمام. انا بقى بعمل ايه؟ بلعب برياضه. برافو. مع اني ما شاء الله مش مغرمه قوي بموضوع الرياضه ده والجيم، بس باجي على نفسي وبعمله. ولما بروح ببقى وانا رايحه مش مبسوطه، وانا هناك وانا ماشيه ببقى مبسوطه جدا. فبعتبر ده اتس مي تايم. بقعد مع اصحابي. انا عندي في الشروق مجموعه اصحاب قريبين قوي قوي ليا، وصدفه ان كلنا ساكنين على بعد دقائق من بعض، فبنتجمع. ما شاء الله، لان الشروق دي برضو انا بحس انها بلد تانية. ده بجد ده حظ يعني، انه تعرفنا على بعض من ساعه ما نقلنا وكنا كلنا ناقلين في نفس الوقت. فبقى عندي جروب لذيذ قوي، ستات لذيذه جدا، بنتجمع مرتين 3 في الاسبوع في بيت حد فينا. فانا بشوف ان ده مي تايم بيخلي الواحد ايه. ايوه والله طبعا. يفضفض ويبقى مطمن انه بيفضفض مع ناس هم مش حد هيقول لك بعد كده انت قلتي او انت عدتي. فده بعتبره جزء من المي تايم. دخل بقى عليا جديد من كتر ما انا ماما واختي شغالين ماسكات على السوشيال ميديا طول النهار وللشعر والوش. ابتديت اقرر ان انا كل 2 3 لازم اعمل وصفه. برافو والله. بتعمليهم وبتعملي فعلا؟ ما انا ببقى قاعده في البيت ببيجامتي قرفانه ومش طايقه نفسي، واقلب على الموبايل كده الاقي ماما وهيدي قاعدين حاطين ماسك الزبادي مع الخميره. فحس ان انا هم قاعدين مع بعض مقصره مع نفسك. فحس ان انا غيرانه جدا. امال ايه؟ بيضحكوا ومبسوطين ومهتمين بروحهم في نفس ذاك الوقت، وانا كابته في نفسي في البيت لسه معلقه 3 عيال في النجفه. فاقوم بقى ايه اشوف عندي في الثلاجه. طبعا ما بلاقيش الحاجات اللي بيحطوها، بس بقى والله انا الحاجات دي بتطلع لي طول الوقت على الانستجرام. انا مجرد اني بعمل سيف بتبسط وبحس كاني خلاص انا عملتها. ايوه بس بعمل سيف بس مستنيه النتيجه بقى، ببقى مستنيه النتيجه. لا على فكره مش مقصره. لا مش بصراحه. لا برافو.